السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا صلوا على النبي. كلنا نصلي على النبي في الكومنتات، واللي مش مشترك معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لايك للفيديو. وهنعمله مع بعض وصفة حلوة جدا، سهلة جدا، لذيذة جدا، بطعم جديد ومختلف. هنجدد فيها شوية. انا معايا هنا بصلتين كبار، هقطعهم شرايح رقيقة جدا. هقسم البصل على 2 وهقطعها شرايح رقيقة جدا. قبل ما ابدا في الوصفه كالعاده انا مولعه الفرن بتاعي درجه حراره 200. الرف الوسطاني. تمام. هسيبه يسخن على ما اخلص الوصفه بتاعتي. صلوا على النبي عشان انت تاخدي اجر وانا اخد اجر، وكل اللي يسمع الفيديو ويخش على التعليقات يشوف الكومنت بتاعك فيقوم هو كمان يصلي على النبي، فتاخدي حسنات وانا اخد حسنات وهو ياخد وتفضل العجله دايره. فاهمين قصدي؟ اكيد فاهمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قطعت البصل وبقطع الفلفل هنا اهو. انا مبطئه الفيديو عشان تبقوا ايه فاهمين الدنيا ماشيه معايا ازاي. الفلفل بيدي ريحه حلوه جدا وطعم حلو جدا للوصفه. ممكن دي شطه خضراء، ممكن تستبدليها بشطه حراقه لو بتحبيها او بفلفل. تمام تمام. بس قطعت الفلفل وقطعت البصل. هجيب برضو كام ليمونه كده غسلاهم وابدا برضو اقطعهم ايه قطع كده صغيره ورقيقه. انا عاوزه المزازه بتاعه الليمون هتكون واضحه جدا اهو. بقطعها، السكينة اللي معايا باردة فما كانتش مدياني النتيجة المرضية يعني، فبقيت اقطع اي حاجة كده يعني اهو. تمام زي الفل. قطعت الليمون بتاعي بقى. هبدأ احط كوباية زبادي. دي كانت عندي مفتوحين يعني كام معلقة مطرح الولاد كده حطيتهم. ده بيطريلي اللحمة جدا، بيخليها لي دايبة دوب. بيخليها لي يعني ايه طرية، بتشد. فاهمين قصدي؟ ما بتنشفش، مش بتكون ناشفة. اهو. واحط الملح بتاعي. حط البهارات بقى اللي عندك، كمون، فلفل، 7 بهارات، بهارات فراخ، اللي موجود عندك حطيه. ده فلفل كنت لسه جايباه من العطار فمفضتهوش في العلبة بتاعته، بس فبفضل بالفلفل بقى اهو. تمام. دي بهارات فراخ. عايزه احط مكعب مرقة حطي، مش عاوزة خلاص براحتك خالص اهو. لو عندك دبس رمان حط دبس رمان، بيبقى حلو جدا مع الفراخ وبيكون لايق جدا معاه. تمام كده تمام كده. هنبدأ بقى نفرك كل الليلة بتاعتي ديت. انا هنا تقريبا هحط شطة خضرا مطحونة. الخلطة بتاعت حشوة السمك، ايوه هي الخلطة بتاعت حشوة السمك، اللي هي بتكون توم على شطة على كزبرة خضرا على فلفل برضو على هريسة شطة. كل ده بيكون دقاهم كده مع بعض وحطهم في برطمان في الفريزر. فانا فضيت منه حتة اهوت وعمالة افضي لانه مجمد، فانا عمالة اكسر فيه واحط منه اهو. بكسر لانه بيكون ماسك جدا. بيكون فيه توم اخضر برضو، وبيكون فيه بصل. يعني خلطة كاملة متكاملة. بحشي بقى بسمك، بحشي فيها بتنجان، بقى بحمر شطة واحشي بيها كده يعني. حبة زيت. أبدأ بقى أفرك كل ده مع بعضه. الشكل ما بيكونش عاطفي لكن الطعم بيكون جدا اهو. بفرك عشان كمان الليمون ينزل المية بتاعته اهو. زي الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام كده فرقنا الدنيا مع بعض. اجيب بقى الفراخ بتاعتي مغسوله كويس جدا، وهنزل بيها بقى ايه في الخلطه دي. هخرمها كده وهنزل بيها في الخلطه دي، اقلبهم مع بعض يعني.
واتبلها. لو عندك وقت سيبيها تشرب من التتبيله بتاعتها، ما عندكيش اشتغلي فيها زي حالتي كده اهو. هنا في الوقت ده التليفون بقى واقع، بس خلاص مسكنا ولحقنا الجريمه يعني. هظبط بقى الدنيا تاني. خلاص هقلب بقى واتبل الفراخ بتاعتي. انا هحط بطاطس تحتها، اقطع بطاطس كده واحطها تحت منها. ممكن تحط عليها بسلة خضراء، آه بسلة، كوسة، جزر، اي حاجة عايزة تحطيها تحت منها فرشة كده حطيها، بيكون طعمها حلو. قطعي شرايح طماطم، قطعي شرايح بصل، اللي انت عاوزاه غموس تحت منها كده حطيه. انا هحط بطاطس بس لان احنا مش بنحب في الخضار يعني الا البطاطس اهو. طلعت بقى الايه الفراخ بتاعتي، وخليت بقية الخلطة دي عشان هنزل عليها بالبطاطس واتبلها يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى على النبي، اهم حاجة الصلاة على النبي. ونتبل بقى البطاطس يعني. انا مش عارفة في الوقت ده كله كنت بعمل ايه، والله مش متذكرة لان الفيديو معايا بقالي كذا يوم. بس انا تقريبا كنت بقشر البطاطس ولا ايه مش عارفة اهو. لا لسه هقشر البطاطس و وحطها فرشة تحت الفراخ. في الوقت ده بقى يلا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح بها أبواب الفرج. لا إله إلا أنت برحمتك أنا في ذكر كان بيقول إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طول ما انا بقى عندي وقت بفضل اقول كده، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. فانتوا طول ما انتوا قاعدين في وقت فراغ وقت كده قولوا الذكر ده حلو جدا. وبرضه الذكر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح بها ابواب الفرج. ديت سحر يا جماعة، سحر 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 بجد والله. انا مجرباها. صيغة الصلاة على النبي بالطريقة اللي أنا بقولك عليها، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح بها أبواب الفرج. الصيغة دي أنا مجرباها في حاجات كتير وكانت يعني زي السحر. الحمد لله يعني إيه. كنت في وقتها في كرب وربنا فكلي كربي، أقسم بالله ما بكدب عليكم. بفضل الذكر الأذكار عليها سحر كبير. الأذكار الصباح والمساء والصلاة على النبي. بصوا الصلاة على النبي طول ما انتم ماشيين الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. قولي معايا، قولي اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. افضلي قولي، كرري كرري لحد ما تلاقي انت نفسك بقيتي تقولها تلقائي. ده عارفين يا جماعة، مرة قريت ان هو بيقولك انت لما مثلا احنا قاعدين اهو ومرة واحدة قلت استغفر الله العظيم، ما تفكرش ان ده اجتهاد منك، ده اصطفاء من الله عز وجل ان هو اختارك عشان في الوقت ده تستغفره. فدي اصطفاء من عند ربنا. فاحنا نركز شوية ونتدبر. احنا فتوها وانا اولكم، احنا فتوها بجد. كل ما نقرب من ربنا، كل ما اقعد فترة قريبة من ربنا اقسم بالله ما بكدب عليكم، اقعد ملتزمة شهر، شهر ونص، شهرين، الاقي الدنيا خربانة معايا بقيت الشهور. هنا ما تتخضوش، التليفون كان وقع تاني. انا اصلا ما كنتش في الوقت ده عارفة ان الكاميرا مفتوحة اساسا، فاهمين قصدي؟ كل ده فكري ان الكاميرا مقفولة. فما تتخضوش ان الوقت ده كله الكاميرا واقفة فيه. انا لو اعرف كنت قصيت الجزئية دي، بس معلش حقكم عليا بقى. انا هنا اقطع البطاطس عشان اكمل الوصفة بتاعتي. فيا جماعة كل ما اقرب من ربنا وابقى متحمسة حاجة مرة واحدة تشدني وتوقفني، والله العظيم مش فاهمة هو في ايه. وانا ببقى حابة جدا ابقى قريبة من ربنا يعني، مش عارفة في ايه. انا يا جماعة ما تعذروني في الفيديو لان انا مش بعرف امنتج، مش بعرف اقص. والله انا بقول لكم كنت قصيت بس انا اصلا مش بعرف اقص. انا على الله حكايتي جدا يعني. لسه مش عارفة حاجة في المونتاج خالص بجد.
فساعدوا مع اختكم، يعني زقوا زقة مع اختكم. واهم حاجة الصلاة على النبي. اهو قطعت البطاطس، وهبدأ بقى ايه اقلبها مع بقية الخلطة، واعملها فرشة تحت اعملها فرشة تحت الفراخ. انا مكترة لان احنا بنحبها، طعمها بيكون حامض، الوصفة دي حامضة بس لذيذة. هملحها بقى، واحط عليها شوية فلفل، وكده كده اصلا الوصفة بتاعتي متبهرة. اقلبها بقى كلها مع بعضها. واهم حاجة الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليك يا حبيب الله. بس قلبت كله مع بعضه، وهجيب الصينية بتاعتي واعمل الفرشة بتاعتي في الصينية. مهم. هرص بقى الفراخ بتاعتي. انا هنا كنت هخلي الفراخ في النص، بس قلت لا، رجعت تاني وقلت لا. اهو هرص بقى الفراخ. ما شاء الله الفراخ كانت كبيرة، يعني احجامها كبيرة. الحمد لله. خلاص هغطيها وادخلها الفرن تستوي بقى على اقل من مهلها. درجة حرارة قلتلك 250 او حاجة، فالدنيا متظبطة يعني ان شاء الله. 200 قصدي، اسفة، 200 درجة حرارة، 200. بس كده زي الفل. الوصفة بتاعتي جاهزة وشكلها حلو اوي، شكلها مشهي جدا ولذيذة، ولما تستوي كمان طعمها بيكون لذيذ جدا. تعالوا بقى نشوف الحلاوة دي بعد ما طلعت من الفرن. شوفوا لي الجمال، شوفوا لي الحلاوة، شوفوا لي اللون، العظمة اللي هي واخداه. الشكل بيتكلم عن نفسه، والذوبان بتاع الوصفة بيتكلم عن نفسه برضو. لا إله إلا الله، خطيرة خطيرة بجد، خطيرة ما شاء الله، رهيبة بجد. اللهم صل على سيدنا محمد. جربوا الوصفة دي واعملوا لايك للفيديو، واهم حاجة تصلوا على النبي. ولو وصلت لحد كده من الفيديو فأنا بحبكم جدا. أشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.